الناس، أنا أعترض على أي حد شتم الأستاذ عمرو أديب، وأعترض على أي حد شتم الأستاذة لميس الحديدي، وأعترض على أي حد شتم الأستاذ إبراهيم عيسى، وأعترض على أي حد شتم الأستاذ وائل الإبراشي، وأعترض على أي حد ينتقد أداء الإعلاميين بالسب والشتم. أنا ضد الكلام ده، بس برضو أنا بعترض على بعض الإعلاميين الذين يتناولون الرئيس بألفاظ بذيئة. ينفع أستاذ عمرو أديب يقول عن الرئيس ده رئيس فاشل؟ يا أستاذ عمرو، لغتك في الإعلام فجة فجة. أنا لا أقول لك افعل كذا وكذا، أنا مش هعلمك، إنما على الأقل أقول لك تعلم من بعض الإعلاميين. تعلم مثلا من عمرو الليثي، حيادي هادئ موضوعي. يا عم اتعلم من المسلماني، أهو معارض بس حيادي وموضوعي. يا أخي بلاش دول كلهم، بلاش كل دول. اتعلم من عماد أديب، تعلم من أخيك معارض بس هادي هادئ. تعلم من أخيك الأكبر يا أخي، تعلم من أخيك الأكبر. والرجل له باع يعارض، بس مش بلغة فجة، مش بألفاظ كده ما ينفعش تقال في الإعلام. ما ينفعش عيالنا يسمعوها، ما ينفعش. فأنا ضد أي أحد يتناولكم بالسب والبذاءة، وضد البذاءات من أي إعلامي. يا أخوانا، عايزين العالم يرى أن إعلام مصر مؤدب مهذب. أي حد يبص على أي قناة يقول لك فعلا ده إعلام. بعض القنوات كأنها مقهى، كأننا قاعدين في قهاوي. يجي أي محاور يحاور الآخر يحصل مصارعة ديوك وسب وشتائم ومقاطعة. ده حوار؟ ده أدب الكلام في الإسلام؟ يا أخوانا اتقوا الله فينا. آن الأوان للكثيرين من أصحاب القنوات وللكثيرين من الإعلاميين أن يتقدموا بشجاعة بالاعتذار للشعب المصري على هذه اللغة التي يتكلمون بها، وعلى عدم الحيادية والإنصاف في برامجهم. تجد المذيع جايب واحد معارض، يعني مش على هواه، من التيار الإسلامي مثلا، وجايب له 2 3 ضده، والمذيع يتعاون معهم ويطرحوا على الراجل السؤال، يجي يجاوب يقطعوه، يجي يتكلم اتصال معانا، يجي. يا أخوانا اتقوا الله. إعلام ده مهنة سامية جدا، بس عايزين حيادية، عايزين إعلام يبني ولا يهدم، عايزين إعلام ينشر فضيلة، مش عايزين ندخل بيوتنا ألفاظ بذيئة.